السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة ان شاء الله تنال رضاكم. جبت لكم حميص تاع برا اللي يتباع عند صحاب الزيتون، يبيعوا الزيتون. هذاك اللي يجي منقد، كاين احمر وكاين يجي خضر. هذاك الحر اللي يقتل يعني. كاين بزاف يحبوه. كليتو عند اختي، انا ماشي مالفه نشريه من برا، مالفه نخدمو، مالفه ندير الحميص نديرو حار يعني. كليت شويه منو جاني حار بزاف، وكم كان عندي فلفل حار بزاف في الكونجيلاتور جبدته اليوم. قلت ندير به هذيك الوصفه، حميص منزلي بدون مواد حافظه، طبيعي 100%، وتقدروا تحتفظوا به في الثلاجه، تجبدوا من وقت ما تحبوا. غادي نشوف الماء باسكو هذا الفلفل كان في الكونجيلاتور يطلق الماء. نحطوا لها الزيت ونخلوها تتجمر. هذا الحميص يجي بنين بزاف بزاف باسكو فيه البنه تاع الشويان، رايح يكون بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتستافدوا فيه في داركم مع احبابكم مع العائله ديالكم. الهدف ديالي هو نشارك معكم حميص صحي. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي دعوه خير. نحطوا شويه زيت، اذا عندكم زيت زيتون افضل ديروا زيت زيتون، ونحطوا الحميص تاعنا في البلاره، ومن بعد نخلوها تبرد. كي تبرد ندخلوها في الجيدان، نحتفظوا بها. كل ما نحبوا ناكلوا نحطوا منها شويه، نضيفوا في نفس الكميه، في نصف الكميه عفوا، نضيفوا شويه زيت ونزيدوا نكملوا الكميه، ومن بعد نزيدوا نغطوها بالزيت باش ما تفسدناش، تجد لنا اطول مده ممكنه. اذا هذا هو الحميص تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون نال رضاكم واعجابكم. ديروا لي اعجاب واشتراك في القناه هكذاك باش نتحفز، وديما نحط لكم وصفات تقدر تكون مفيده لكم. والسلام عليكم.